تعالي يا بنتي اقعدي على حجري. قصة خلاف واتهامات بين أحمد بدير ونرمين الفقي كانت قضية والدنيا اتقلبت واتحكم ب6 شهور سجن. قالت له عيب عليك يا بدير، ده أنا قد بنتك. راح طاردها من المسرحية وقال لها انتي مفكراني جايبك تمثلي علشان موهبتك الجبارة؟ انتي هنا بس علشان حلوة وبيضة وزي القشطة، لكن لو على التمثيل فانتي ملكيش فيها. في وقت عرض مسرحية دستور يا سيادنا كانت الجرايد كلها والناس عمالة تسمع خناقة أحمد بدير مع الممثلة الشابة نرمين الفقي. الموضوع كبر وأحمد بدير اتفضح، ونرمين قررت تخرج عن صمتها وتحكي كل حاجة، وقالت أنا كنت بعمل إعلان ولقيت ناس بيقولولي إحنا جايين لك من طرف أحمد بدير وهو عجبه الإعلان اللي عملتيه وعايزك في شغل. رحت ولقيت مخرج كبير واحمد بدير موجود، وعرفت بعد كده ان بدير بنفسه هو اللي رشحني وقال للمخرج انا عايز البنت دي تكون هي بطلة المسرحية. نرمين الفقي فتحت قلبها وافتكرت ذكرياتها والمعاناة اللي عانتها في بداية مشوارها، وقالت كنت لما بروح المسرح كل يوم الاقي احمد بدير عمال يبصلي ويلعب في حواجبه. انا كنت مفكراه مجنون او عنده حالة نفسية، لكن لما قرب مني وشفت شعر صدره واقف عرفت ان نيته مش حلوه. رحت زقيته وجريت وقلت له يا استاذ احمد ده انا قد بنتك، ازاي تفكر فيا كده؟ بتقول نرمين لقيته اتحول وقال لها امال انا جايبك المسرحيه ليه وخليتك بطله وقلت للمخرج على مسؤوليتي ليه؟ علشان خاطر موهبتك اللي مفيش زيها؟ لا فوقي يا حبيبتي، انا جايبك هنا علشان جسمك الحلو وبياضك اللي زي القشطه يا مهلبيه. نرمين الفقي شتمته وقلت منه، ولما الصوت بدأ يسمع احمد بدير قال لها اخرجي بره وما تجيش هنا تاني. نرمين كانت فاكره انها هتخرج بره وتروح على بيتها النهارده وتاني يوم الامور هتبقى على طبيعتها، يمكن بدير متقل في الشرب ولا حاجه، لكنها بتقول انها اتصدمت لما راحت تاني يوم لقت ممثله بدلها ولقت عقدها اتفسخ، وعرفت ان بدير هو اللي اثر على المخرج وخلاه يطردها من المسرحيه تماما. ووقتها نرمين قررت تفضح اللي حصل وحكت على تفاصيل الليلة اللي قرر فيها أحمد بدير يعمل معاها الغلط. كلام نرمين كان مولع الدنيا في الشارع المصري. أحمد بدير شبه مستقبله كان هينتهي وبنت امبارح دي هتقضي عليه، ولأنها مزدة وحلوة فهي متصدقة أكتر منه، لكن مش ده اللي حصل. أحمد بدير جاب عليها وطيها ونرمين زعلت زعل كبير قوي. اتحكم عليها بالسجن 6 شهور بتهمة التشهير ونشر الأخبار الكاذبة، وكمان اتوقفت 1.5 سنة عن التمثيل، ونزلت اعتذار للفنان أحمد بدير في 4 جرايد. وقتها بدير قال خلاص هسامحها علشان خاطر بس مستقبلها ما يضيعش، ورد على كل المشككين فيه وحاسين انه فعلا عمل معاها كده، وقال لهم انا لو كنت معجب بيها وكنت عايزها كنت هتجوزها عرفي وهي ما كانتش هترفض، انا مفيش حاجة صعبة عليا.